إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز عناوين نشرة الأخبار الطنجاوية. كان معكم مراسلكم الرأي المغربي ومذيع نشرة الأخبار الطنجاوية إدريس العالمي. هذه النشرة هدفها الأساسي رسم الابتسامة على وجوهكم. اللي خشبته واسعة مرحبا به، اللي خشبته ضيقة يمشي والساعة ويجي، اللي جينا حامض غدا نجو حلو. والأخبار الواردة في هذه النشرة هي حقيقية وبعضها الآخر أيضا حقيقي. للمزيد من الأخبار تابعونا عبر منصتنا إدريس العالمي، وأيضا قنواتنا الناقلة عبر منصة اليوتيوب. في الجزائر، هل ينضم الدينار الجزائري إلى لائحة الشهداء في الجزائر؟ هل يستمر مصبع البردوع في دعم تبون رغم أنه أدى بالدينار الجزائري إلى سلة المهملات؟ هل ما زال بصمع البردوع يعتقد أن بلاده يمكن أن تكون قوة إقليمية ودينارها لا يساوي حتى بصلة؟ هل سيتخذ نظام الزريبة العسكرية الجزائرية سياسات اقتصادية جديدة تغير من واقع الدينار الذي أصبح أرخص دينار مثلما هي الجزائر رخيصة في المنتديات الدولية والعالمية؟ كل هذه الهلهلات وغيرها نجيب عنها في نشرات اقتصادية قادمة. مشكور، ومن هنا نحييك من هناك على هذه المداخلة والتوضيحات. دعونا لا نذهب بعيدا، ومن الجزائر نحط الرحال بالاتحاد الأوروبي، وآخر خرجات حينما أعطى الكفة للجزائر أيضا والبوليزاريو عبر التصويت الأخير. دعونا نعود إلى مدينة بروكسل وموفدنا هناك للمزيد من التوضيحات في هذا الأمر. تفضل أخي الكريم. مرحبتي واهلا وسهلا معكم بشرايا بالبشير بشرايا مشرارة بسلالة. حقيقة خلق تصويت للبرلمان الأوروبي على قرار باش يضيفوا اسم الصحراء الغربية على المنتجات المغاربة هذو اللي يجيبوها من الصحراء. انتم تعرفوا المغاربة يقبضوا ياسر من الحوت والخضرة والطماطم والمزروعات وما إلى ذلك، فبالتالي كنا احنا بدعم الجزائر طبعا حليفنا الاستراتيجي على العبطة، وأيضا بدعم الجمعيات الزراعية الأوروبية والأحزاب اللي مناوئة للمغرب باش يقدموا عريضة على مستوى البرلمان الأوروبي نقدوا بها نضيفوا اسم الصحراء الغربية على المنتجات القادمة من الصحراء، وهي قليل ساقير عمرة وايداب. يا غار جينا فما قلنا لا ننتصروا على المغرب، يا غار جبرنا على انه البرلمان الاوروبي اخبطنا خبطه متينه وصفقنا صفقه متينه حقيقه. يا غار هذا احنا مازالنا لا ينعدلوا لا ينديروا لا ينفعلوا لا ينتركوا لا ينقعدوا. ايوا المغرب مازال يبيع ويشري ويستثمر وقابض ياسر من الفضه، واحنا مازال غنفعلوا نديروا نقادوا نصاوبوا نمشوا ونجوا. والله لا خاطي عندنا الجزائر اللي تشري البرلمانيين الاوروبيين باش يقدوا يصوتوا علينا. حقيقه تمكنوا على انهم يشروا لنا 359 برلماني، وشريناهم علفناهم وكلناهم باش يقدوا يصوتوا علينا وصوتوا علينا. يا غال المغرب هذو اللي مع المغرب ياسرين وغلبونا في التصويت، وبالتالي ما تمكنا باش نضيفوا هذه الاضافه ونقولوا على انه هذا لا معركه اوليه مستعمرين فمعاركنا، وديك معارك كامله لا ينعادلوا فيها. واحنا قاعد لا خطي عندنا فلوس الجزائر اللي هي مدعمتنا ومولتنا ومزرتنا، واحنا رانا هون في اوروبا. والقضيه اللي عند في المخيمات هم مساكن شويه ذاك عندهم. الناصر لا يجي الناصر لا يجي ذاك اللي نقولوا. والمغرب خلاونا هذو ما خلاونا بلاصه جيناها الا ولقيناهم فما خرطونا وعادلونا ذاك اللي عادلونا. ومازال عندنا المحكمه الاوروبيه لا ينقيس في المحكمه الاوروبيه ونبكيوا عليهم فما شويه ونقولوا لهم يا خوتي راه المغاربه راه داروا لنا فعلوا لنا تركوا لنا كلاونا. وهذا يا خوتي دخلك. اذا قاعد نقدوا نقولوا على انه البرلمان الاوروبي ما خلينا بلاصه ما دخلناها، ما خلينا يدين ما حبيناها، غير في الاخير المروك انتصر علينا. وهذا اللي خلق يا خوتي. ومع انا كان معاكم بشرايا البشير بشرايا البشير. إذا من مشرايا البشير دعونا نختم هذه النشرة بأحد اللقطات الطريفة ومراسلة هناك بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، حينما شاهدنا
موفد الجزائر وفي شخص السيد السيفي غريب، ويلقي كلمة الرئيس تبون حينما شاهد العالم في مشهد صادم، يعني شخصا يعني يتناول ويتذوق بطريقة شرهة. ما هي القراءة يعني الأولية في هذا السلوك الدبلوماسي الذي ينم على غياب الدبلوماسية وتلك الطريقة، يعني وكأن دولة الجزائر تم استدعاؤها يقال له بالفرنسية أنيماتور، يعني كمنشط لهذه الجلسة وليس لإعطاء الكلمة. ما قراءتك لهذا الحدث الطريف لكي نختم بهذه النشرة؟ حقيقة إنما حدث على مستوى قمة الG20 في جنوب أفريقيا يعد مهزلة كبيرة، لأنه الوفد الجزائري تم إرساله وهو جيعان، لم يتغدى ولم يتعشى، بينما كان وزير الأول الجزائري يلقي كلمة الرئيس تبون. الوفد الجزائري ظهر على أنه كان هناك جوع شديد والناس ما وكلاش الناس، فبالتالي لما وضعت الأطباق أمامهم لم يلتفتوا إلى كلام الرئيس تبون وإلى نظرة العالم لهم، بل سارعوا إلى ملء بطونهم. وكان هذا مشهدا يدل على أن الجزائري مكافح، وأن الجزائري النيف في السماء وما يطيحش الماء، وخبز والماء والنيف في السماء. ولكن لما بانت الماكلة زوينة والقص واللحم ما كاين لا نيف لا زبل، وإنما القص هو الأول. إذن هذا المشهد هو الذي رأيناه يؤكد عظمة الجزائر على أنها ترسل أبنائها ليدافعوا عنها وهم جيعانين وصائمين ومواكلينش. وكان هذا المشهد يعبر عن قوة الجزائر ومكانة الجزائر وكبر الجزائر والجوع اللي في الجزائر والمرض اللي في الجزائر. فعلا هذا هي المشاهد التي يعتز بها كل بصبع بردوع وكل شيات للنظام في الجزائر، أن الدبلوماسية الجزائرية دبلوماسية جيعانة لا تستطيع مقاومة الأكل والأطباق في المحافل الدولية. هذه قراءتي حقيقة لهذا المشهد الذي هو مبكي ومفرح في نفس الوقت. إذا نشكر موفدنا إلى هناك، لكن في ختام هذه النشرة دعونا نذهب مباشرة إلى الشق الرياضي ونبدأ بالسؤال التالي: ما القراءة الأولية للنتيجة القاسية من لبؤات المغرب على الجزائر بعد أن هزموا الجزائريات ب4-1 في دوري شمال إفريقيا؟ ما هي القراءة الأولية وما هي الرسالة، ولماذا هذه الهزيمة الثقيلة جدا 4-1 يعني من المغربيات إلى الجزائريات؟ قراءة يعني أولية في هذه النتيجة وما الصدى ديالها الذي خلفته في الأوساط الرياضية الجزائرية. تحياتي لكم مشاهدينا الكرام متابعينا. فعلا نتيجة وصفت بالتاريخية 4-1 للمنتخب النسوي المغربي في خضم مباراة من مباريات دوري شمال افريقيا ضد المنتخب النسوي القهويات الجزائريات. تمكنت اللبؤات المغربيات من التفوق جملة وتفصيلا في كل أروقة الملعب، فقد تمكنت من السيطرة على المباراة وتسجيل 4 أهداف بالتمام والكمال، فيما ظلت القهويات الجزائريات البردعيات لا يعرفن ماذا يفعلن أمام قوة اللبؤات المغربيات. فحينما تلتقي الشرارة والقوة المغربية أمام الهيطوكية القهوية الجزائرية لا مجال للمنافسة سواء على الصعيد النسوي أو الرجالي، وهذا ما شاهدناه في هذه المباراة، حيث افترست اللبؤات المغربيات القهويات الجزائريات في هذه المباراة ليسجلن 4 أهداف كاملة مكمولة في شباك منتخب النسوي الجزائري، نتيجة لقت بظلالها الساطعة على الوسط الرياضي في الجزائر بين من هو مصدوم وبين من كان فعلا يتوقعها. فالقهويات في الجزائر لا يهتم بهن أحد، لا يمتلكن جامعة في مستوى الجامعة المغربية، ولا يمتلكن مدربين وأطر وأدوات وتكنولوجية رياضية في مستوى ما تقدمه المملكة المغربية
المغربية لفتياتها ولنسائها في المجال الرياضي، بينما القهوية الجزائرية تشاهد سيدتها المغربية تسجل الأهداف بالروسية والركنية والرجلية والكفرة وما إلى ذلك. ظلت القهوية الجزائرية تقول هاو مالكم احنا رانا خاوتكم، وإنما تجيبها المغربية اوكي لا طاول شد دمك شد لك هذا البيت هاك لمك. إذا هكذا مرت المباراة بصفة عامة، وانتهت النتيجة بتسجيل 4 أهداف مقابل هدف واحد، لتعود القهويات إلى الجزائر في حسرة وبكاء مستمر، بينما زأرت اللبؤات المغربية فرحا وابتهاجا بهذه النتيجة التي كانت متوقعة في الأوساط الشعبية المغربية. من هنا، من مكان فوز اللبؤات المغربيات على القهويات الجزائريات، تحياتي لكم. إذا دعونا نعود إلى مراسلنا هناك لكي نختم هذه النشرة دائما بالنهاية المعهودة للنشرة، فليتفضل من هنا. اخو العزيز تنشكرك اخو بدري، تنجي عندك تنبغي نضحكوا تنبغوا نفوجوا، انت راك عارف حنا الناس ديال البجه وتنحيوا الناس ديال البجه من هذه المنبرات، وتنحيوا الناس ديال المغرب كاملين، انت والاخوان اللي معنا واحد 1200 البشر معنا هنايا، تنحيوا توصلوا واحد شويه ديال الوقت ديالكم بيضحكوا معنا مرحبا. بعض المرات تجيكم حامضين راكم عارفين ما كاتبينش هذا الشيء معلم تنضحكوا صافي، انت على حساب الخبيره كي الا كانت شي خبيره ناضيه تطلع فيها تطلع ناضيه معلم، لا كانت شي خبيره ماشي حتى ليه انت تجي شويه هكا مدسمه فهمتي مع اللعيبات، هذا ما كان الخوت فهمتي. تدخلوا على هذه المساحات هذه بدوك التكبيسات ودوك البورطاجات، بتعطي الماء واحد التكبيسه على الوجه انت هكا او بتبارطاجي وبتورك على اللعيبه اللي من هنا بتمشي هكا فاهم. انت ماك خاطر والو بيضحك صاحبي، يضحك في وجه ما راسك، يضحك الناشط نخل هذا التيك توك هذا. بنقول لكم واحد القضيه بنقول لكم واحد القضيه راه دابا فهمتي المخزن راه داير واحد الخدمه ناضيه، راه تيجمع لي هذاك بوزبال اللي كان مشوه هنا في التيك توك اخا الخوت. هذه واحد القضيه بنهضر عليها دابا فهمتي، اما كاين يجمع لي برا دوك اللي تيبقاو يسبوا وكذا ودوك اللي دايرين فيها مؤثرين وكذا ما نعرف شنو، راه ما كاين يجمع لي البشريه وما كاين التهم الثقيله معلم، ما كاين التهم الثقيله انت تعرفهم داك الشيء. احنا شوف احنا معاهم اخو العزيز، حنا بينا هذا الشيء يتنقى، بينا هذا الشيء يتنقى، بينا المغاربه يرجعوا لذاك المستوى ديالهم انت، بنادم يحترم بعضياته وبنادم اخو يمشي اللايف اللي تيهز عليه وبيضحك مع راسو وبيمشي انت. اما داك الشيء ديال اللي هنا وهنا وديت تشوك مورا التليفون داك الشيء راه ما عندناش، المخزن راه كاين في البلاد والله يعز الحكام اخو العزيز. بنحييكم اخو، تحياتي لكم، ما نطلبوش عليكم، راكم تما العز. العز بك الاخر المغربي. يضحكوا هذا ريسو وتكون معك هذا مراكش يصير تعطيه، هذا مراكش يصير تعطيه يطلع بوحده. حنا من الصباح حنا في الكيستو، حنا الكيست عندنا ما عندنا الحق نطلعوا. تسنى بلاتي هاو والله يديكم. وانت راك تجي عندك جيب لك واحد القصعيه ديالك كتكتب والله العظيم ما يجيب لك هذا مراكش راه عنده طنجيه، اش عنده طنجيه مدسمه معمرها لحم بسبع خضاري والله العظيم. وتجي سير طالع عندك هنا وكتلقى عندك خونا هذا سير ديرنا فيها سير كركر علينا هنا. العالم مرون حرب روسيا واوكرانيا وسير كركر عندنا، وانقلابات في افريقيا عندك بيصا وهذه واحد غير بيصا داروا فيها انقلاب وسير كركر عندنا يقابل لي انا الدوا مرون هنايا. الاخ الراغي المغربي واحد المره كان مريح مع الوالد وكتفرجوا في الاخبار ودوزوا في الاخبار واحد الصاروخ بالاستي غادي تجربوا ايران، ويقول لي قال لي الوالد عندي على قد الحال ما قاريش زعما كاع، ويقول لي شنو هو هذا صاروخ وتجارب وعابر للقارات. قلت له ودي هذا تقدر ترسلوا امريكان يضرب في روسيا يضرب في هنا، يعني البلاصه اللي بغيتي يصيفطوا ليها راه يمشي ليها. قول لي باش غيجاوبني، قال لي والله ما خاصها غادي تكربل. السلام عليكم اخويا دريس العالمي، معك البرناصي. شكرا اخويا دريس الله يعطيني. كنتفرج فيك عند اسعار الشرعي هذاك اللايف تما كتصلخ لي الكراغ اخويا، حتى انت كتكون تما، ولكن اخويا ما خداوناش حنا نهضروا هذاك دابا اسعار الشرعي ما احسن من هاد المغاربه كاملين كيديروا. هو عنده ديك قر، هذيك قر اخويا ديالو كيطلع عنده الجزائري كيقول له قر صافي، كيقول الجزائري انا خويا هنا المغرب ما كيقد هنا ورانا الصحراء ودار لنا داك الشيء تما وكاع ولا كاع بغا يدخل معنا في الدم وكذا وهذا خويا. تحياتي لخويا الراي المغربي، تحياتي لك. العز بك والله العز بك.
لازم بيك، ربي الله يحفظك، يحفظكم تحياتي اخوتي. ليك. يلا والله مبروك. الاخوان بالمداخله الوالدين هذوك ديال اشروا لي الصداع. لا هذا في اطار الطنز ونشر البسمه ليس الا، وليس هناك اي رساله لتوصيل، فتحيه طيبه لكل الحضور. اذا باسمكم وباسم كل الحضور الكريم نحيي الاخ الرأي المغربي دائما في جو من البسمه وفي ارتجاله الرائع، دائما ينشر هذا، فتحيه احترام لك اخي الرأي المغربي. الله يحفظك خويا دريس الشيري، ان شاء الله اللي يفرحك عزيز وغالي. صافي صاحبي ضحكنا معك شويه فهمتي، قلب السس وخمشي بحالي دابا فهمتي. يلا راك شما الشيري ان شاء الله مخوش فهمتي. بنادم قاز عليا في التعاليق، بنادم اللي بغاني يجي عندي اللايف فهمتي، بغيت يدمو بنادم فهمتي صاحبنا. خرج لي فاس الشيري راك شما الساعه، شوف بنادم الساعه اللي كيشوفني كاع قلب الست فهمتي. انا الشيري يلا تما تشاو ان شاء الله من كثروا. يلا تهلا خويا الرأي المغربي. العز بيك تحياتي لك.